السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. وبمناسبة السنة الهجرية الجديدة، كل سنة وانتم طيبين. آه ربنا يا رب يجعلها كده سنة خير وسعادة وطمأنينة وراحة بال وكل حاجة حلوة يا رب على الجميع والأمة الإسلامية كلها يا رب. النهارده بقى انا جايه لكم بفيديو جميل كده، بس قبل ما نخش على الفيديو الجميل دوت لانه روتين النهارده خفيف كده، يعني يا رب يعجبكم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما ننساش بقى ذكر الله ونصلي على محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ونشترك في القناه عشان خاطر يوصل لكم مني كل جديد. وتعالوا بقى اعمل لكم كوبايتين كابتشينو زي اللي كانوا في اول الفيديو الجميل ده، واخدكم بقى على المنظر اللي يخد الجميل ده. وبعد كده هديكم طاقه ايجابيه جميله ان انا خلصت طبعا كل ده. انا كان عندي عزومه لناس عزيزه على قلبي قوي 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 قوي. فطبعا ما ينفعش انها تعدي كده، لازم اقوم معاهم بالواجب وزياده. لان زي ما قلت لكم انهم عزاز على قلبي قوي 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 قوي. بصوا بقى المنظر عامل ازاي، لكم ان تتخيلوا بقى عندكم عزومه. بس ان شاء الله بعون الله يعني كل ده هيخلص على طول باذن الله. مش بديكم طاقه سلبيه ابدا، والله بوريكم المنظر وبوريكم قد ايه الواحد لما بيعمل حاجه بروح حلوه كل حاجه بتخلص الحمد لله. هنا انا دخلت على المواعين اول حاجه، وقلت ان انا اخلص ايه المطبخ كله كله بقى من التحضيرات والحاجات ديت. ودخلت كده زي ما انتم شفتوا، فضيت المواعين كلها وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، وقلت يا معين يا رب، وسميت الله كده وتوكلت على الله. واتوضيت وصليت الصبح، ودي اهم حاجه في الموضوع كله. طبعا شغلت القران، لازم يا جماعه طاقه ايجابيه في البيت. الطاقه السلبيه بتتعب جدا جدا جدا، وبتتعب الجسم وبتتعب النفسيه وبتتعب اللي حواليك، وبتتعب اولادك وبتتعب زوجك وبتتعب كل حاجه. فلازم تحاولي على قد ما تقدري تدي لنفسك طاقه ايجابيه عاليه، علشان خاطر انت اللي هتديهم الطاقه الايجابيه. فده اساسي، يعني الام كل حاجه في البيت، هي عمود البيت زي ما بيقولوا فعلا، وزي ما مامتي بتقول وزي ما جدتي بتقول، رحمه الله على ما على جدتي. هنا بقى انا فضيت زي ما انت قلت لكم كده، وخدت الكوبايات كلها. طبعا دي اول حاجه لازم تتعمل، شطفتها وعقمتها بميه سخنه الاول. اي معون انا بغسله لازم 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 اشطفه الاول بميه سخنه، وبعد كده ابتدي ان انا اغسله عادي بالبريل عندي، وبعد كده اشطفه. بصوا الميه السخنه عندي شغاله اهي، انا بسيب الميه السخنه انضف الاول الحاجه من اللي فيها بصوا. وبعد كده ايه ابتدي ان انا ادعكها بالسلكه النظيفه، تقوم تطلع معايا زي الفل زي ما انتم شايفين كده. يلا كل واحده عندها بقى مواعين ومتراكمه عندها كده، طبعا بالحر ومحدش مستحمل ان هو يخش المطبخ من الحر. يقوموا بقى كده وتنشطوا، ولو عندك مروحه صغيره كده خديها معاكي يلا على المطبخ، وشوفي اللي وراكي كده وقولي يا معين يا رب، وان شاء الله كل حاجه هتبقى حلوه في الدنيا باذن الله. كل طول ما احنا بنقول يا رب، طول ما عمره ابدا ابدا ما هيسيبنا. متضايقه شويه شغلي حبه قران، استغفري كده. يعني في حاجات حلوه وجميله كتير قوي 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 يا جماعه. ربنا بيجعلنا سبب لبعضينا ان احنا نتكلم مع بعض ونحفز بعض، سبحان الله. مش ملاك انا او غيري، لا، بس سبحان الله ربنا بيجعلني سبب ان انا يعني اجي لحد او اقول كلمه زي كده علشان خاطر يرتاح نفسيا، او اديله ان شاء الله لو 10% طاقه ايجابيه. وبفضل الله الحمد لله يا رب. يا رب دايما كده ندي للناس طاقه ايجابيه وما ندهمش طاقه سلبيه ابدا. وربنا يهدي كل من كان يا رب ويسعد كل من كان. لنا حلقات تانية كتير مع بعض كده، وندردش مع بعض برضو، وهنقعد نتكلم كده عن حبه حاجات جمال الواحد نفسه يتكلم عنهم كتير كتير كتير. بس يا رب كده الناس تفهم، لان في ناس ماشيه الدنيا دي كده بالزوف، مش بتقولها زي عرضها عندها. مش عارفين ان في ربنا، مش عارفين ان في صله رحم، مش عارفين ان في دنيا، مش عارفين ان في ناس. بص في حاجات كتير قوي قوي فايته ناس كتير، ومش عارفين يعني يفكروا صح، ويدعوا الملك للمالك، ويفكروا في الصح وفي اللي ربنا قاله لكن في ناس كتير قوي 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 اعوذ بالله شيطانهم متغلب عليهم. ربنا يهدي لهم حالهم يا رب. طبعا انا ما جبتلكوش منظر البقيه المواعين كلها علشان خاطر ما تتعبوش معايا، فقلت ايه خلاص كده كفايه لحد كده، وفصلت الكاميرا. وبعد كده رجعت كملت مواعيني بقى كلها، والمطبخ كله، رخامه المطبخ والبوتاجاز وكله. وبعد كده بقى ايه قلنا نفرز حبه طماطم مع بعض كده، وجيت حطيتهم في الحوض زي ما انتم شايفين، وبقيت اغسل واقطع واحط. انا في الطبيعه بحب ان انا عفوا، بحب ان انا اقطع الطماطم زي ما انتم شايفين كده، واحطها في حله كبيره على النار. بحط معاها معلقتين كبار من السكر، ومعلقه صغيره من الملح، كمان معلقه واحده من الخل او معلقتين. وبحطها على النار، على نار هاديه كده مع نفسها، تغلي بقى وتاخد وتدي بشكل ودي كده مع بعضها. وبعد كده بسيبها بقى تهدى، وبعدين بضربها في الخلاط. بس انا زي ما قلت لكم عشان ما كنتش فاضيه وعندي عزومه، فانا قلت ايه لا هقطعها واضربها في الخلاط واحطها على النار على طول، ما جاتش يعني من مره وكده. تمام.
ولو وصلتوا بقى لحد هنا في الفيديو ما تنسونيش في الشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان خاطر يوصلكم مني كل جديد. اهو بصوا هنا بقى انا كنت ضربتها خلاص وحطيتها على البوتاجاز طبعا زي ما انتم شايفين كده اهو. شفتوا بقى البوتاجاز قبل كان شكله عامل ازاي ودلوقتي عامل ازاي. اكيد اكيد يعني دي كلها طاقه ايجابيه جميله ليكم. انا ما حبيتش ان انا ايه اطول عليكم في الطاقه السلبيه عشان ما تتضايقوش اكتر من كده. هنا الحمد لله بفضل الله كنت ضربتها في الخلاط وحطيتها على النار وسبتها بقى تغلي مع نفسها كده. حطيت معاها معلقتين من السكر زي ما قلنا ومعلقه من الخل، معلقتين من الخل ومعلقه صغنونه خالص من الملح، وكمان حطيت معاها معلقتين 3 من الزيت كده وقلبتها وسبتها بقى ايه مع نفسها تغلي. عملت ايه تاني يا شيخ رشا؟ عملت النهارده كمان الفطار، قطعت البطاطس كده. والنهارده بقى الفطار بتاعنا كان حاجه كده احنا بنحبها خالص، في ناس بتحبها وفي ناس ما بتحبهاش. عملنا رنجه وعملنا فسيخ وعملت البطاطس دي جنبها وعلى قدنا كده طبليه جميله صغنونه. والله عجبتهم وكانوا مبسوطين جدا 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 فوق ما خيالكم تجيب. تواضع حلو يا جماعه، والنفس الحلوه ليها الجنه. والله لو اقول لكم اقسم بالله ان في ناس لما بتعملي لها كوبايه شاي بتبقى طايره بيكي طير، وفي ناس لما بتقدمي لها كل ما تتخيليه من اكل وشرب وكل حاجه وفي الاخر يرجعوا من ورا ظهرك يتكلموا عليكي، ودي حاجه صعبه جدا 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 جدا. الناس اللي بوشين، الناس اللي قبلك بوش ومن وراك بوش، دي حاجه يعني ربنا ما يكتبها علينا يا رب ويبعدهم عننا يا رب، يا رب ابعدهم عننا. فانا هنا قلت ايه هعمل ايه فطار خفيف جميل كده اهو. بصوا بقى الفطار الجميل، قطعت بصل وقطعت طماطم واهو زي ما انتم شايفين كده اهو. هما بيقولوا هما اللي بيقولوا ايه حط لايك، مش انا اللي بقول. يعني يا ريت بقى تحطوا لايك وتشيروا الفيديو ده على اقصى حد عشان فعلا انا تعبت فيه كتير. ومش تعبت وزعلانه ان انا تعبت، انا فرحانه ان هما كانوا مبسوطين جدا جدا ودي حاجه تفرحني. ويا رب دايما كده مبسوطين ودايما كده يا رب في هنا وسعاده. خلصنا الفطار وخلصنا وشربنا كوبايتين الشاي بتوعنا بقى ودخلت على الغدا زي ما انتم شايفين كده الجمال. طبعا ما جبتش التفاصيل معلش بقى الوقت كان ازف فما لحقتش ان انا اصور بقى ايه التفاصيل كلها. عملت مكرونه بشاميل وكمان عملت صينيه الجلاش الجميله ديت العالميه بحبه البركه والسمسم وجواها حشوها لحمه مفرومه وزيتون وكمان مقطعه فيها فلفل حار بسيط. كانت في منتهى الروعه وعجبتهم جدا جدا جدا. كمان كنت عامله حله المحشي الجميله ديت وعجبتهم برضو، واكيد شكلها يدل انها جميله. يا رب بالف هنا وصحه على اللي كل. مبسوطه جدا جدا ان انا حاولت اعمل حاجه بسيطه جدا وبسطت حد. ببقى فرحانه لما بلاقي حد سعيد وفرحان. ببقى زعلانه لما بلاقي حد زعلان. ربنا يجعل قلوبنا على بعض دايما يا رب كده ونحب بعض ويبعد عننا الشر وقلالات الرحمه والناس اللي بوشين، عشان خاطر دول عايزين حلقه كامله لوحدها كده برضو نكون نعمل روتين مع بعض ونقعد نتكلم مع بعض كده شويه. بصوا بقى المنظر بعد ما طلعت المكرونه من الفرن خلاص كانت اتحمرت من على الوش. عايزه اقول لكم كانت في منتهى الروعه والله، طعمها كان حكايه. الاكل كله اللهم بارك معمول بنفس راضيه وبقلب طيب، فحاجه كانت طالعه والله في منتهى الروعه والجمال وبالف هنا وصحه على قلوبهم يا رب كده وقلوب كل اللي كان. يا رب النهارده بقى الروتين يكون كان خفيف كده على قلوبكم ورغيت معاكم شويه ومعلش ما تزهقوش بقى مني. ولو عايزين روتينات جميله زي دي كده تاني عرفوني وقولوا لي. بصوا بقى انا كده كنت حمرت كمان الفراخ وحمرت اللحمه وعملت لسان عصفور وحضرت بقى الطبليه بتاعتي. والحمد لله بقى خلصنا الغدا كمان وقعدنا بقى عملنا كوبايتين كابتشينو جميل زي كده. هعمل لكم الرغوه بتاعته ديت وهوريكم طريقته من الاول والاخره في فيديو جاي ان شاء الله وهيعجبكم جدا جدا جدا. شربنا بقى كوبايتين الكابتشينو وخلص كده الفيديو بتاعنا على خير وانا مبسوطه جدا جدا ان انا بسطتهم. هسيبكم في رعايه الله واجي لكم كمان فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.